مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني بجد بجد وحشتوني. عارفه ان انا كده بقالي اسبوعين ما نزلتش فيديو، بس بجد ما كنتش عارفه اصور خالص في المنيا. فانا قررت ان انا اعمل لكم الفيديو ده واقول لكم ان انا ما رجعتش المنيا وقعدت هنا في اسكندريه. انتوا عارفين ان انا الناس اللي متابعاني على الانستجرام عارفه ان انا في اسكندريه، كنت في الساحل، والناس اللي متابعاني من زمان عارفه ان احنا عندنا شقه هنا في اسكندريه. فانا كنت بقعد هنا اصلا على طول، يعني قبل ما اتجوز كنت بقعد هنا على طول الصيف انا قاعده هنا انا وماما. فبعد الجواز بقى والعيال وكده فما بقتش باجي كتير طبعا. فالمره دي بقى قررت ان انا اقعد معاها عشان العيال كمان، عشان الجو حر قوي في المنيا. فبجد ما كنتش قادره ان انا ارجع خالص، وصعبت على هشام بصراحه، قال لي اقعدي، فقلت اما اقعد. عشان كده برضو مش عارفه اعمل حاجه هنا، يعني انا قاعده هنا. اوحش حاجه هنا الشبكه، من زمان الشبكه هنا وحشه جدا، فما بعرفش ان انا اعمل حاجه، وما بنزلش برضو هنا لوحدي، غير ان انا بنزل شويه على البحر بيزن وبرجع، ما بعملش اي حاجه. ناس كتير يا جماعه بتقعد تقول لي انت ليه عايزه تمشي من منيا، ليه عايزه تمشي من منيا؟ دي قصه طويله قوي حزينه بجد، بس انا مش قادره اقعد هناك. يعني انا حياتي مش هناك، فمش قادره اقعد هناك. يعني انا بقالي سنتين بحاول اتاقلم، بس لا، الموضوع صعب بصراحه، الموضوع صعب قوي. فتعالوا بقى اقول لكم على حاجه حلوه قوي جبتها، بما اني بصور شجلام يا جماعه، كريمي بلاش من شجلام. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا. تعالوا اوريكم، استنوا كده شايفيني كويس. بصوا الباليت دي بلاشر، كريمي بلاشر من شجلام، لسه جايباها، جبت ال6 درجات بتوعها. انا حاطه منه درجه اهي، وحاطه منه روج كمان، يعني انا حاطه منه الاثنين. بصوا عامل ازاي، شكله حلو جدا. دي باليت بتيجي كده فيها 6 الوان، ممكن تجيبوا بالواحده يعني عادي. ال6 درجات بقى تحفه بجد، ال6 درجات حلوين قوي. تعالوا اوريكم درجه. وجبت كمان جبت كمان باليت كده كبيره قوي بتاعت اي شادو فظيعه. بصوا الدرجه دي هتبان غامقه بس هي حلوه قوي. جبت بقى كمان باليت اي شادو تحفه اللي هي نازله جديد، اللي هي الميوزك. جبت 3 درجات، يعني 3 باليتات، كل باليت فيها درجات مختلفه. هوريها لكم برضه، عايزه احكي لكم حاجات كتير اصلا، وعايزه ارغي كتير، وعايزه اتكلم كتير، وبجد ما بلاقيش فرصه ان انا اصور حاجه. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا بدات ادخل الاكل اليكن، فعايزه اعمل لكم فيديو عن الاكل بتاع يكن ده. بصوا الدرجه دي بقى، الدرجه دي فظيعه، دي اللي انا حطاها، الدرجه دي اللي انا حطاها دلوقتي، الدرجه دي حلوه قوي. وبالمناسبه الشارع هنا بتاعنا في اسكندريه، يعني هحكي لكم كده وانا بوريكم البلاشر. الشارع هنا في اسكندريه اللي انا اتعرفت فيه على هشام، درجه البينك، الشارع اللي انا اتعرفت فيه على هشام. فانا هنا بحس ان انا مبسوطه جدا، وفي نفس الوقت يعني اللي هو زهرة شبابي زهرة شبابي راحت. انا اتعرفت على هشام هنا في الشارع على البحر، وبعد كده اتخطبنا واتجوزنا، فحاسه ان في ذكريات حلوه، وحاسه ان انا ايه اللي انا عملته في ايه حياتي فيها مش من الجواز من هشام، يعني الحياه عامه، السحله والخلفه وكل الكلام ده. فايه اللي انا فيه ده. بس الدرجه دي بقى فظيعه، الدرجه دي بجد رهيبه، حلوه قوي. فيعني قعدتي هنا حلوه وحلوه في نفس الوقت برضه، يعني الجواز حلو والعيال حلوه، بس يعني انا اللي اتسحلت، وحاسه ان انا حياتي كده واقفه كده مكانها، ما بعملش اي حاجه جديده في حياتي. بس لا، يعني ان انا اقعد هنا بصراحه، ان انا اغير جو، عشان كنت خلاص انا كنت دخلت في حاله اكتئاب كده فظيعه. اخر مره دي كنت في المنيا، وحاله اكتئاب يعني بجد، وكنت بقعد اصوت واعيط لا، عشان كده ما كنتش بصور حاجه. يعني الاسبوعين دول انا فعلا كانت نفسيتي زي الزفت، كنت بقعد فعلا بصوت، يعني بقعد بصوت في البيت وبعيط وبنهار، والموضوع كان صعب. وحته كمان ان انا طب انا هكلم مين يجيلي في المنيا، يعني انا في المنيا هكلم مين يجيلي، فمش عارفه حتى الحته دي اعملها، يعني مش عارفه حتى اكلم حد يجيلي. فالموضوع بالنسبه لي كان صعب قوي، فعشان كده قعدت هنا بصراحه. فقلت دلوقتي انتوا وحشتوني اطلع اتكلم معاكم واحكي لكم اللي انا فيه، واوريكم دي عشان انا فرحانه بيها قوي، عشان هي عجباني قوي. واوريكم الباليت التانية، وتعالوا بقى اوريكم البحر من هنا عامل ازاي. شايفين البحر؟ انا بقى ما بنزلش البحر النهارده اصلا، هادي البحر النهارده، مش عالي، البحر النهارده هادي قوي وحلو قوي. بس انا للاسف ما بعرفش انزل من يكن والله، يعني انا نفسي انزل يزن قوي، بس يكن بيخليني ما بعرفش انزل. فانا بقى اتعرفت على هشام هنا، يا جماعه في الشارع.
اللي عارفيني من زمان عارفين ان انا كنت بقعد هنا على طول، كنت بصور هنا كتير قوي 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 قوي. بس عايزه انزل بقى. بصوا اصلا البحر جميل والقعده حلوه، ويعني يزن نفسي انزله والله، ولسه بدري يعني الساعه دلوقتي لسه 5، فلسه في ساعتين 3 لان الدنيا بتقل 8:30 9. بس يكن بقى، يكن اللي مش حللني والله، انا سبته بالعافيه دلوقتي لماما عشان اطلع اصور بس بقى. ومن ضمن انجازاتي برضه، عشان حاسه ان انا بعمل الفتره دي يعني كل ما اعمل حاجه او اجيب حاجه بحس عملت انجاز. انا اشتريت الطرحه دي جديده يا جماعه بجد ده من اهم انجازاتي، ان انا بقالي كتير قوي نفسي في طرحه وما بشتريش طرحه، فاشتريت الطرحه دي جديده. بس فانا قلت بصراحه اطلع احكي لكم كده على اللي انا كنت فيه وايه اللي كان مأخرني الفتره اللي فاتت. وان انا قاعده هنا في اسكندريه حبه حلوين، يعني ممكن اقعد شهر مثلا، فهغير جو عشان كنت خلاص يعني نفسيا خلاص. فالفتره دي هصور لكم شويه حاجات كده على قد ما اقدر، وهعمل لكم الاكلات بتاعه يكن عشان بدات له الاكل. هعمل لكم ان انا بدات ايه اكل ايه بالظبط، عشان هو برده مش زي يزن. يعني انا يزن كان قلبي جامد معاه قوي، لكن يكن لا، علشان معدته بحس ان هو ضعيف وهو اصلا صغنطط قوي. فانا بادئه معاه كده بالملي، يعني اللي هو كوسه وجزر وبطاطس وماشيه بقى بالملي كده. فهقول لكم انا عملت ايه بالظبط، واقول لكم بدات له بايه وباكله ايه. بس هو برده لسه في عنده مشكله، ان هو برده ما بيعرفش ياكل، او مش ما بيعرفش، هو مش عايز ياكل، هو عايز رضاعه على طول، والرضاعه مش مشبعاه. فده اللي مخليه على طول بيزن، وده اللي مخليه على طول بيعيط بس كده. فاستنوا بقى فيديوهات تانية كتير الفترة دي، وحشتوني جدا، ومعلش على الغياب اللي انا فيه ده، وادعوا لي كده الفترة اللي انا فيها دي تعدي على خير، لان انا فيها حاسة فترة صداع كده في دماغي، وما بعملش فيديو غير لما بقول لكم ادعوا لي واللي مش متابعني يا جماعه على الانستجرام يدخل يعمل لي فولو على الانستجرام، واللي مش متابعني على التيك توك انا بفتح لايفات على التيك توك، فادخلوا على التيك توك اعملوا لي فولو، اسم الاكونت امنيه علاء، وهحط لكم كل اللينكات تحت. كل اللينكات اللي مش موجوده معاكم هتلاقوها تحت في الديسكربشن، والبيج بتاعت الفيسبوك برضو بنزل عليها حاجات كتير قوي. بس استنوني في فيديوهات تانية كتير. يلا باي باي.